الحمد لله قدر ولطف، الحكم ما حسبهاش طرد وينتهي الشوط بكده. ابتدى الشوط الثاني، الاهلي ما جاش بقى. بدل ما احنا كنا المفروض ننزل نزود الاول ونجيب الثاني والثالث نوقف نموت الماتش، الاهلي ما جاش. انبي افضل في كل شيء. الدقيقه 60 ضربه جزاء ساذجه على اليو ديانج، اللي انا بعيد وبكرر انا يا رب اليو ديانج ما يجدد في النادي الاهلي. اصل ده دستروير يا عم دستروير ايه وخرا ايه؟ انتوا تعبتونا اقسم بالله. احنا ما بنلعبش هنا برشلونه وما بنلعبش بايرن ميونخ عشان عايز لعيب دستروير. مفيش فريق بيهاجمني اصلا، مفيش فريق بيتجرأ عليا. الفرقه بتنزل ترص الاتوبيس، انا هعمل ايه بالدستروير؟ مروان عطيه يقوم بالدور ده كويس، احمد رضا يقوم بالدور ده كويس. ديانج لا تسليم ولا تسلم ولا باصات طوليه ولا باصات تخترق خطوط، ما عندوش جراءه، ما عندوش اي حاجه. كرياتيفيتي في الكوره صفر. بينزل سلم واستلم للي قدامه بس. ويا ريت بيعملها صح، ما بيستلمش بظهره، ما بيترنش، ما بيطلعش، ما بقاش الانطلاقه السريعه اللي كان بيعملها دي ما بقاش يعملها. انا ليه ده بيتنك عليا؟ ده يا عم يروح له السعوديه يقضي له سنتين وخلاص بقى، يفضلنا مكان لواحد اجنبي. لعيب ظهره للملعب، ظهره للجول، والكره عاليه في السماء، يعني الكره مش قدامه مثلا مستحوذ عليه، لا هو وشه للجون فهيشوط مثلا او هيعرض او هيعمل ثرو او هيعمل اي خطوره نقول مثلا فيستدعي ان انت تزقه. لا، لعيب ظهره للجون، كرة مش اللعيب مش مستحوذ عليها، الكرة بعيد. انت يا ديانج مديك ظهرك، دخلت بكتفك في ظهره دخول ساذج وما يتعملش من لعيب ناشئ. مش هنقول تعب، مش هنقول اجهاد، ده انت في الدقيقه 60 يا ديانج يا دبابه. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ضربه جزاء صحيحه 100%.